بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بالأخ شمسان الموثق والصحفي الكبير في منتدى القشم وعبر الثقافة العالمية بالفيسبوك والواتساب. فالتقيت فيه وأنا تحت الفلفلة على طريق البخال، فطلب مني إحدى قصائد الغزل للشاعر المرحوم مطهر مسعد علي. حبيت أن أعطيها هذه الأبيات الجميلة التي وصف فيها الشاعر من يستحق الذكر: صنعاء والجمال، صنعاء اليمن بلد الجمال، بلد الثقافة، بلد الحياة. حيث قال عندما وصف فيها أحد الجميلات بكلمات منحوتة في الصخر سيظل التاريخ يحملها عبر عصور الزمن. قال أبو علي قال: وريح الصبا الجازع دلا دلا بالمراحل هدئ السرعة، شفناهم العيان من طرف السبا الفازع والقلب ما زال فيه الشوق والوعي. أبو علي قال: وريح الصبا الجازع دلا دلا بالمراحل هدئ السرعة، شفناهم العيان من طرف السبا الفازع والقلب ما زال فيه الشوق والولعة، على الذي أشعق لي لونها الرائحة والصفات الجميلة والحلا طبعا. طل القمر من جبينه له ضياء لامع، عم الأراضي وعم أقطارها السبعة، لو مثلوا بوجوه القبلة فلا مانع بصلي الفرض والدي في الركعة. قلبي يلأل المحبة والخاضع لأن لهم في زوايا ما كتبوا.